اكل بقى غالي جدا. ببساطه في شويه نصايح لو عايز توفر في اكلك الهيلثي من الناحيه الماديه. واول نصيحه نبتدي بيها بسم الله. اول حاجه ما تاكلش علب تونه الفتره دي. وليه بقول كده؟ تعالوا نحسبها. التونه ببساطه فيها 140 جرام لحم صافي وسعرها دلوقتي معدي ال 40 جنيه. خلي بالك ان ال 140 جرام لحم صافي دول تقريبا فيهم 40 جرام بروتين. طيب لو مش هتاكل تونه هتاكل ايه مكانها؟ ببساطه بدلها بسمك. السمك افضل بكتير، لكن مش اي نوع سمك، مش بولتي ومش تونه ولا فيليه حد، وده لشويه اسباب برضه اقتصاديه. سمك البولتي وسمك التونه مليانين زيادات زي الراس والقشر والسفه، وده بيقلل من النت ويت بتاع اللحم بتاعهم. اما بقى بالنسبه للفيليه فهو غالي جدا الفتره دي وبيكش جدا بعد التسويه. فمن رايي ان افضل بديل هو السمك المكريل، لان نسبيا سعره مش غالي خالص. الكيلو كله ب 50 جنيه، وبعد التنظيف والتسويه وكل الكلام دوت هيعمل لك قد تقريبا 3 علب تونه او اكتر. لحمه نضيف جدا ومفيد وما فيهوش اضرار زي التونه، مثلا ما فيهوش مواد حافظه وما فيهوش الزئبق اللي احنا بنخاف منه من التونه. التركه الثانيه صدور الفراخ وبدايلها. من الاخر وبدون مقدمات، كبد وقوانص هو خير بديل. اولا مفيده جدا وارخص في السعر النص تقريبا. وثالث تركه ونخلص فيها الفيديو ده عشان ما يطولش مننا، اللحمه وبدايلها. كيلو اللحمه دلوقتي معدي ال 200 جنيه. لو مش هتقدر تبدلها بسمك لانه طبعا ارخص بكتير، او انت مش بتحب السمك عموما، بدلها ببقوليات. حاول تعمل ميكس بين البقوليات بتاعتك عشان تاخد اكبر عدد من الاحماض اللي انت محتاجها. فمثلا تعمل ميكس بين الحمص والفاصوليا واللوبيا. وعلشان كده لما حد يجي يقول لك